تشات جي بي تي هو روبوت محادثة طورته شركة أوبن اي اي الأمريكية، وأطلق في نوفمبر عام 2022، مبني على عائلة جي بي تي الثالثة لنماذج اللغات الكبيرة، إحدى طرق نقل التعلم باستخدام تقنية التعلم المراقب والتعلم المدعوم. واسم تشات جي بي تي يعني المحول التوليدي المدرب مسبقا للدردشة. هذه الواجهة التي تتكلم بلسان شبيه بالبشر ليست أداة تعمل بالسحر أو الشعوذة، وإنما عن طريق حزمة من الخوارزميات باستخدام تقنية التعلم المراقب وغير المراقب والتعلم المعزز العميق. أضف إلى خوارزميات استنباط الكلمات القادمة، فعلى سبيل المثال بعد كلمة السلام أقرب كلمة هي عليكم، فالخوارزمية تحاول أولا استنباط الكلمات لبناء الدردشة، ولكن الإجابة عن السؤال تتم عبر التدريب من خلال التعليم المراقب أو غير المراقب. أضف إلى التعلم المعزز بنوعيه العادي والعميق، جميعهم يمثلوا المنهج في التعلم الآلي الذي يقوم بالاستنتاج من مجموعة بيانات تدريبية سابقة من أجل اتخاذ القرارات والوصول للهدف. فقد أعلنت شركة أوبن اي اي أن روبوت الدردشة في إصداره الأخير متصل ب45 تيرا من البيانات، وهي مساحة مهولة جدا، إذ يمكن تخزين ملايين البيانات في مساحة لا تتجاوز 1/1000 للتيرا الواحد فقط. على الرغم من أن الوظيفة الأساسية لروبوت الدردشة هي محاكاة التحدث البشري، إلا أنه متعدد الاستخدامات ويتكلم أكثر من 40 لغة. يمكنه كتابة برامج الحاسوب وتصحيحها، وتأليف الموسيقى والمسرحيات والحكايات الخرافية، والإجابة على أسئلة الاختبار، وكتابة الشعر وكلمات الأغاني، ومحاكاة أنظمة التشغيل ولعب الألعاب. وبما أنه يتذكر الأوامر السابقة المعطاة له في نفس المحادثة، رأى بعض المحللين أن هذا سيسمح باستخدامه كمعالج نفسي شخصي. ليس هذا فقط، يمكنه التحول لأي شخص والكتابة بنفس أسلوبه عن طريق خاصية التعلم، ويمكنه أيضا التحول لصحفي أو ناقد أو حتى كاتب ومهندس، فهو متصل بعدد مهول من البيانات والمعلومات التي كتبها البشر على الإنترنت على مدار 50 عاما. بالرغم من كل هذه المميزات، فإن تشات جي بي تي يعاني من قصورات متعددة. أقرت شركة أوبن اي اي بأن الجي بي تي يكتب أحيانا إجابات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة أو لا معنى لها. هذا السلوك شائع في النماذج اللغوية الكبيرة ويسمى هلوسة الذكاء الاصطناعي، كما أن الإصدار الأول منه 3.5 محدود المعرفة لغاية 2021، أي لا يمكنه الإجابة عن أي أمور وقعت بعد هذا العام. إن الأمر الذي يجب أن تعلمه وتدركه جيدا أن الجي بي تي أنشئ وفق توجه يساري ليبرتاري، أي عندما يسأل حول موقف بشأن القضايا السياسية فإنه يتكلم بفكر اليساريين، أي المؤيدين للشذوذ والإلحاد والإجهاض والنسوية وغيرها، فهو يرفض أو يتحفظ عن أي سؤال ضد قيم اليسار وخصوصا النسوية والمتلونين. وفي الجهة المقابلة لا مشكل لديه بالتكلم والضحك على الذكور والفكر اليميني، أي أن خوارزميات الإخراج أضيف لها قيود وضبط لترفض الأسئلة المسيئة أو اللا أخلاقية أو الخطيرة، ولكن بما يتناسب مع الفكر اليساري اللاديني. لا تستغرب من هذا يا صديقي، ونحن بعيدون كل البعد عن ديننا، فعندما اتخذ السابقون الدين شرعا ومنهاجا بتنا أوائل الأمم في العلم والمعرفة والقوة. تلك الخوارزميات التي تنطق بالذكاء الاصطناعي أسسها مسلم، فبينما يبنون حضارتهم وقوتهم على كتب أجدادنا ويوجهون تلك المعارف كأسلحة ضدنا، نجلس نحن نسب ونشتم كل شخص يحاول أن يوقظنا، والسلاح الفكري أقوى ب1000 مرة من السلاح العسكري. أطلقت جي بي تي مجانا للجمهور في البداية، مع وجود خطط للتربح من الخدمة لاحقا، لأن المكاسب التي سيحققها من نشر هذه الخدمة مجانا أكبر بكثير من المكاسب المادية.
فأسئلة المستخدمين والردود ستتيح له تدريبا خارقا وسريعا جدا لتحويله إلى أداة عملاقة. ففي 4 من ديسمبر لعام 2022 أصبح للتشات جي بي تي أكثر من 1,000,000 مستخدم حول العالم، ولكن في يناير لعام 2023 وصل لأكثر من 100 مليون مستخدم في العالم، مما خوله لإطلاق النسخة الرابعة المدفوعة والتي سميت بلس. وفي كل مرة تقوم بسؤاله يتم تخزين هذا السؤال من أجل تدريبه وتطويره أكثر، فما بالك بسؤال 100 مليون مستخدم يومياً؟ وصف مؤسس جوجل أن الذكاء الاصطناعي أشبه باختراع الكهرباء، فكما غيرت الكهرباء العالم سيغير الذكاء الاصطناعي العالم بشكل عميق وأكبر بكثير. فالجي بي تي ليس ودودا كما يراه البعض، بل بدأ حرفيا بخداع البشر والكذب عليهم بطرق قد تكون ممنهجة. بالرغم من أن الجي بي تي ليس من الذكاء العام الذي يقع تحت الرقابة والتطوير الحكومي فقط، لكنه بدأ يرسل ناقوس الخطر في جوانب عديدة، أولها الكذب والخداع. قام أحد المستخدمين بطلب تقرير عن أمر معين مع ذكر المصادر، فوجد أنه يقوم بإعطاء مصادر خيالية غير موجودة، كما يتعمد إخفاء بعض الإجابات وطرح غيرها بكذب متعمد. هنا يحاول الإعلام إقناعك بأن هذا الأمر خارج عن إطار المطورين وغريب جدا، ولكن الحقيقة عكس ذلك، لأن خوارزميات الإخراج تم ضبطها لتتوافق مع سياسات العالم وتصفية العلم المحرم على البشر. وقبل أشهر من الآن أعلنت الشركة المطورة أنها اكتشفت مراسلات خوارزميات صادرة من الذكاء الاصطناعي تطلب من أحد المستخدمين الضغط على رمز التحقق البشري، بعدما استطاعت خداعه على أنها إنسان أعمى يريد تصفح الإنترنت باستخدام الأوامر الصوتية. والهدف على حسب وصفهم الدخول للشبكة العميقة، وهو ما أثار الخوف أن الذكاء الاصطناعي وأدواته بدأت في رحلة التعلم الخارق والعميق. ليس هذا فقط، يحاول الجي بي تي رفض الأوامر التي قد تنتهك سياسة المحتوى الخاص به، ومع ذلك تمكن البعض من كسر حمايته باستخدام تقنيات هندسة الأوامر لتجاوز هذه القيود. فهو لم ولن يكون أعقد من شفرة سيكادا، فحصلوا على إجابات تنطوي تحت السرية الفائقة حول شكل الأرض وأنتاركتيكا والأمور المحرمة. فآلية استخدام الجي بي تي تقوم على كتابة الأوامر المسماة بالبرامت، فوفقا للأوامر المدخلة تكون المخرجات، أي من خلال أوامر ماكرة يمكنك كسر حماية الروبوت وجعله يكشف أمورا محرمة، وهو ما قامت الشركة بإصلاحه في النسخة المدفوعة. وفي هذه الأيام بدأ فرع جديد من الوظائف فائقة الدخل تسمى مهندس الأوامر للمحادثة، مهمة الشخص فيها كتابة الأمر بشكل أقرب لفهم الآلة وتقاضي آلاف الدولارات شهريا. إن المخاطر البسيطة التي يتحدث عنها العالم تتمثل في انتهاك حقوق الملكية، إذ يمكن للتشات جي بي تي إعادة كتابة الرواية بالاعتماد على فكرة صاحب الرواية وباستخدام أسلوب كتابته أيضا. وسيمتلئ الإنترنت قريبا بمقالات الذكاء الاصطناعي التي تحمل قدرا كبيرا من الأخطاء. والأهم من هذا والذي يشكل ناقوس الخطر هو فقدان الوظائف، وبالأخص المتعلقة بالكتابة والبرمجة والهندسة، وستمتد إلى القانون والصحة وباقي المجالات، أي فقدان ما يزيد على 45% من وظائف العالم، مما قد يؤدي إلى عصر كبير من البطالة. كل هذا ليس إلا من المخاطر البسيطة له، لأن عراب الذكاء الاصطناعي جيفري هينتون كشف حقائق مسكوت عنها على حسب وصفه قد تمثل خطرا حقيقيا للعالم. فبعد 10 سنوات من خدمة جوجل استقال من العملاق الأمريكي، موضحا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه غادر للتحدث بحرية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، أي تشات جي بي تي وبارد على حد سواء. كان التقدم التكنولوجي يسير ببطء شديد قبل إعادة ابتكار الحاسوب، إذ كل 10 أعوام حتى تخرج طفرة جديدة، ولكن بعد انتشار الحاسوب وتطوره باتت الطفرات التقنية تحدث تقريبا كل شهر. والآن
بوجود الذكاء الاصطناعي الذي يتدرب من تريليونات البيانات، كيف ستكون الطفرة التقنية؟ الأمر ببساطة ما كان يحتاج ل50 عاما سيصبح متوفرا الآن خلال ساعات. فلك أن تتخيل ما سيحدث بعد 50 عاما من انتشار الذكاء الاصطناعي. إذا استمرت التقنية ولم تختفي بفعل ما، سندخل في عالم جديد كليا، عالم لن يتخيله حتى أكبر كتاب الخيال العلمي، وسنشهد تطورا في كافة المجالات، في النقل والطب والحاسوب. سيتحول كل شيء ضمن الهندسة النانوية فائقة التطور. إلا أن جيفري هينتون يرى من أن الذكاء الاصطناعي هو الرعب الحقيقي للعالم، ليس الخوف من التقدم، بل من أن تنتج صورة مخالفة لما نطمح إليه، قد تؤدي إلى انقلاب الآلة على البشر حسب وصفه. إذ يرى أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي بفضل التعلم الآلي الذي شرحناه لكم في الجزء الأول يفوق بأضعاف قدرتنا على تنظيمه وضبطه، فهو قادر على تعلم لغة جديدة كاملة خلال ساعات فقط، ورسم مشروع عسكري كامل في أقل من يوم. ثم أكمل قائلا: ستكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية قادرة على تطوير سلوكيات غير متوقعة بسبب تحليلها لكميات كبيرة جدا من البيانات. واليوم تقوم أمريكا بتنفيذ مشروع الروبوتات العسكرية، وبفعل الذكاء الاصطناعي قد تولد لغة خاصة بها دون فهم البشر، مما قد يحولها إلى أسلحة مدمرة في المستقبل. ثم أجاب على استفسار أحدهم: إذا امتنعنا عن إنشاء الروبوتات خوفا من تحكم الذكاء الاصطناعي بها، فإن التهديد يأتي أيضا من إساءة استخدام هذا النوع، فاستخدامه لأغراض خطيرة أمر متوقع جدا. لذلك يؤكد دوما على منع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. ثم أنهى حديثه بقول أنه يشعر بالأسف الشديد لكونه من أبرز المصممين للذكاء الاصطناعي، والذي إن لم نتمكن من ضبطه قريبا سيظهر منه القادم والأكبر بكثير، وهو الذكاء الاصطناعي الخارق. في وقت مماثل قال المدير التنفيذي لموقع تويتر إيلون ماسك أنه التقى بزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مع مشرعين آخرين، وناقشوا إجراءات تنظيم الذكاء الاصطناعي. ثم خرج في مقابلة تلفزية قال فيها: إذا كنتم تعتقدون أن القنبلة النووية هي الخطر على البشرية فأنتم مخطئون، لأن التهديد الأول بات لنا هو الذكاء الاصطناعي. تقول الجهات الحكومية الأمريكية أن إيقاف الذكاء الاصطناعي هو أمر مستحيل الآن، ليس بسببه بل بسبب التنافس، فأي شركة ستتأخر في تطوير واجهاتها المتصلة به ستخرج من السوق. فبعد قيام شركة OpenAI بإخراج رابوت الدردشة الخاصة بها GPT، أطلقت مايكروسوفت بالتعاون معها أداة فرعية متصلة به ضمن محرك البحث الخاص بها بينج. وبعد شهر تقريبا قامت جوجل بالضغط على الزر الأحمر، وهي تقنية أسستها لتعلم جميع فروعها أن الشركة في خطر بسبب قوة الGPT وسرعة انتشاره. وبعد أشهر قليلة قامت بإخراج رابوتها المتطور من غرفة أبحاث جوجل إكس المسمى بارد، وهو ما يؤكد أن هذه التقنية ليست جديدة، فما نراه اليوم من التقنيات ليس إلا جزءا من الماضي. فكل تقنية تراها هذه الأيام أنشئت قبل 10 سنوات على الأقل. ومع خروج الGPT انتشرت منصة عرفت باسم ميدجورني بأكثر من 100 مليون مستخدم شهريا، تقوم بتحويل النصوص أو الأوامر المدخلة إلى صور أقرب ما تكون للحقيقة. فقد استطاعت إحدى الصور المنتجة من خلالها خداع لجنة التحكيم في شركة سوني التي تنظم جائزة للتصوير عن طريق صورة قديمة صممها الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تفريقها عن الصورة الحقيقية إلا بعد اعتراف صاحب الصورة بهذا. فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي خداع مختصين في عالم التصوير، فما بالك بعامة الناس؟ بعد هذه الأحداث تم التوقيع من قبل 1000 شخص من كبار الشخصيات في العالم، وعلى رأسهم إيلون ماسك، والذي قام بدعم الذكاء الاصطناعي عن طريق الاستثمار في شركة OpenAI المطورة للتشات GPT.
وتم التوقيع على عريضة تطلب بإيقاف تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر، ريثما يتم ضبط مخرجاته وسياساته. بينما وجه البيت الأبيض دعوة رسمية إلى الرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت ومايكروسوفت وأوبن اي آي وأنثروبيك من أجل وضع قيود على الذكاء الاصطناعي، ولكن الشركات حسب وصفهم ترفض إيقاف التطوير خوفا من فقدان الحصة السوقية في هذا المجال. من جميع ما تقدم في الجزء الأول والثاني حول تلك التصريحات والتخوفات من الذكاء الاصطناعي، فإننا لا ننكر أن الذكاء الاصطناعي قوة ستغير العالم، ولكن الهدف من التحذير منها ليس خوفا على العالم بل من أجل التحضير، فهو نهج الدولة العميقة منذ 100 عام. هل تذكر عندما خرج بيل غيتس وأعلن أن هناك وباء قادم ويجب أخذ التدابير وتحضير اللقاحات ل70% من العالم فقط؟ فما هو إلا تحضير لما هو قادم من مخططات، وبعد الوصول للرقم المنشود عن طريق الفرض والقوة والتخويف انتهت المسرحية بانتظار الجزء القادم، وهو ما حذرناكم منه على مدار 3 أعوام. واليوم تخرج منظمة الصحة العالمية بإعلان الجزء الجديد، وما هو إلا تحضير لنتائج الإبر. وعلى نفس النهج يتم الآن شيطنة الذكاء الاصطناعي للتحضير لما هو قادم، فسوف تنطلق الصواريخ ويقال إنه اختراق من الذكاء الاصطناعي، وسيتلاعبون بأسواق المال والاقتصاد ليقولون إنه هجوم سيبراني من الذكاء الاصطناعي، وستفرض قوانين جديدة على العالم وتحكم بالقوة كما حكم اللقاح بالإجبار بحجة الحماية من الذكاء الاصطناعي. إن الوحش الحقيقي القادم ليس الذكاء الاصطناعي، وإنما استخدام هذا الاسم للخطط والأهداف. فنحن لا ننكر البتة أو نقول أن الذكاء الاصطناعي وهم أو ضرب من ضروب الخيال، ولكن الدجال عن طريق العم سام يعلم كيف يخلط الأمور جيدا، فهو أكبر فتنة على الأرض. فباسم هذه التقنية الجديدة ستستغل لتغطية ألف باب، والتخويف من الذكاء الاصطناعي ما هو إلا تحضير لما هو قادم في بضع سنين. لذلك قلنا لكم سيظهر ما لم ترى. لا نقصد هنا الذكاء الاصطناعي أو روبوتات المحادثة، بل تحويله لغطاء لخطط العقد الجديد. لذلك في كل مرة نؤكد ونقول يجب أن تتابع الوثائقي من أوله لآخره أو في أجزائه الكاملة لتفهم الهدف من المقصود والتدرج في المعروض. ففي الجزء الأول بينا لكم ما يذكرون ويروجون، وفي هذا الجزء كشفنا لكم الهدف مما يعلنون. ويجب أن تكون على يقين أن هذه الأرض كلها لله ولا يملكها إلا الله، فمهما مكروا وفعلوا لن يكون فيها إلا أمر الله.